هكذا كاد يغزو صدام حسين الفضاء بصاروخ العابد، تفاصيل ستعرفها لأول مرة بعد مرور السنوات. قبل أن نبدأ أخي الكريم، أتمنى أن تشترك في قناتنا وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد إن شاء الله، ولا تنسى اللايك والمشاركة. مرحبا بكم أعزائي الكرام. نفذ العراق في 5 ديسمبر تجربة على صاروخ يتكون من 3 مراحل من قاعدة الأنبار الفضائية في خطوة تمهيدية لإرسال قمر صناعي إلى المدار. العراق في تلك الحقبة من حكم صدام حسين كان في حركة دائبة ونشاط كبيرين، وكانت بغداد منطلقة بطموح كبير تتطلع إلى المستقبل وإلى عناصر القوة، وكانت الأحاديث تكثر من الداخل ومن الخارج عن مشاريع محتملة نووية وصاروخية وفضائية. تقارير تقول إن العراق أسس برنامجا فضائيا منذ أواخر عام 1980، وأنه شيد في عام 1989 قاعدة الأنبار الفضائية لتكون موقعا لإطلاق الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية إلى الفضاء، وأنه نجح في إطلاق صاروخ العابد، وهو صاروخ عراقي متطور عن سكود السوفيتي، ويتميز بمدى يصل إلى 2000 كيلومتر على 3 مراحل. صاروخ العابد يزن 48 طنا، ويصل ارتفاعه إلى 17 متر، وكان يفترض أن يكون قادرا على إيصال أقمار صناعية تصل أوزانها إلى 300 كيلوغرام إلى المدار. صاروخ العابد العراقي كان أطلق من منصة ثابتة من قاعدة الأنبار الفضائية التي تبعد 230 كيلومترا جنوب غرب بغداد. وعلى الرغم من أن هذا الصاروخ مصمم ليطير على 3 مراحل، إلا أن المرحلتين الثانية والثالثة في تلك التجربة كانتا عبارة عن نموذجين فولاذيين. الاستخبارات المركزية الأمريكية استنتجت أن التجربة الصاروخية العراقية في ذلك الوقت لم تكن نموذجا أوليا لصاروخ باليستي، بل كان صاروخا كبيرا أطلق من منصة ثابتة، مشيرة في تقرير سري في عام 1990 إلى أن العراق حاول بالفعل بناء مركبة إطلاق فضائية، إلا أنه واجه الكثير من المشاكل الفنية في مراحل الإطلاق وفي التوجيه. معلومات تحدثت في ذلك الوقت عن أن بغداد سعت في البداية للتعاون مع عدة دول في مجال بناء الصواريخ وإطلاق أقمار صناعية، لكنها اعتمدت بعد ذلك على مشروع خاص بخبرات عراقية وعربية وببعض المتخصصين، وعلى رأسهم المهندس الكندي جيرال بول، الذي يرجح أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الموساد هو من كان وراء اغتياله في بروكسل من عام 1990. بعض التقارير تنسب الفضل في إنجاز صاروخ العابد العراقي إلى المهندس الكندي الذي كان يعمل أيضا على مشروع المدفع العملاق، ويزعم أن جيرالد بول قام بصنع هذا الصاروخ العراقي الفضائي من خلال دمج 5 صواريخ سكوت سوفيتية. بعد الإطلاق الصاروخي الفضائي التجريبي في ديسمبر من عام 1989، قرر العراقيون مواصلة اختبار المرحلتين الثانية والثالثة من صاروخ العابد، وكان من المخطط أن تجرى اختبارات في خريف عام 1990. الأمور انقلبت رأسا على عقب بغزو العراق للكويت في أغسطس من عام 1990، فتوقفت جميع الأنشطة العراقية المتعلقة بالبرنامج الفضائي، في حين قام الأمريكيون خلال عملية عاصفة الصحراء بتدمير قاعدة الأنبار الفضائية. ولاحقا وضعت بقايا تلك القاعدة تحت إشراف الأمم المتحدة بقرارات من مجلس الأمن، وحرمت بغداد لاحقا من أي صاروخ في ترسانتها يزيد مداه عن 150 كيلومترا. وهكذا توقف عصر الفضاء العراقي. فصدام حسين هو 5 رئيس لجمهورية العراق والأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي والقائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية في الفترة ما بين عام 1979 ميلاديا وحتى 9 أبريل عام 2003 ميلاديا، ونائب رئيس جمهورية العراق عضو القيادة القطرية ورئيس مكتب الأمن القومي العراقي،
بحزب البعث العربي الاشتراكي بين عام 1975 و 1979 برز إبان الانقلاب الذي قام به حزب البعث العراقي ثورة 17 من تموز عام 1968، والذي دعا لتبني الأفكار القومية العربية والتحضر الاقتصادي والاشتراكية والعلمانية. كما لعب صدام دورا رئيسيا في انقلاب حزب البعث عام 1968، والذي وضعه في هرم دولة البعث كنائب للرئيس البعثي اللواء أحمد حسن البكر. وأمسك صدام بزمام الأمور في القطاعات الحكومية والقوات المسلحة المتصارعتين في الوقت الذي اعتبرت فيه العديد من المنظمات قادرة على الإطاحة بالحكومة. وقد نمى الاقتصاد العراقي بشكل سريع في السبعينيات نتيجة سياسة تطوير ممنهجة للعراق، بالإضافة للموارد الناتجة عن الطفرة الكبيرة في أسعار النفط في ذلك الوقت. وصل صدام إلى رأس السلطة في دولة بعث العراق، حيث أصبح رئيسا لجمهورية العراق وأمينا قطريا لحزب البعث العربي الاشتراكي عام 1979 ميلاديا، بعد أن قام بحملة لتصفية معارضيه وخصومه في داخل حزب البعث بدعوى خيانتهم للحزب. وفي عام 1980 ميلاديا دخل صدام حربا مع إيران استمرت 8 سنوات، من 22 من سبتمبر عام 1980 ميلاديا، حتى انتهت الحرب بتفاهم سياسي عراقي إيراني في 8 من أغسطس عام 1988، وقام بعد انتهائها بإهداء إيران 120 طائرة حربية روسية الصنع. وقبل أن تمر الذكرى الثانية لانتهاء الحرب مع إيران، غزا صدام الكويت وأصبح مصدر تهديد لأمن الخليج العربي في 2 من أغسطس عام 1990 ميلاديا، والتي أدت إلى نشوب حرب الخليج الثانية عام 1991 ميلاديا. ظل العراق بعدها محاصرا دوليا حتى عام 2003، حيث احتلت القوات المسلحة الأمريكية كامل أراضي الجمهورية العراقية بحجة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل ووجود عناصر لتنظيم القاعدة تعمل من داخل العراق. قبض عليه في 13 من ديسمبر عام 2003 ميلاديا في عملية سميت بالفجر الأحمر. ولد صدام حسين مجيد عبد الغفور سليمان عبد القادر بن عمر الثاني الرفاعي أمير تكريت، الذي يعود نسبه إلى علي بن أبي طالب، في قرية العوجة التي تبعد 23 كيلومترا عن مدينة تكريت الواقعة شمال غرب بغداد والتابعة لمحافظة صلاح الدين، والذي ينتمي إلى عشيرة البيجات الرفاعية لعائلة تمتهن الزراعة. توفي والده قبل ولادته ب6 أشهر، وتعددت الأقاويل التي فسرت سبب وفاته ما بين وفاة لأسباب طبيعية أو مقتله على أيدي قطاع الطرق. بعدها بفترة قصيرة توفي الأخ الأكبر لصدام وهو في 13 بعد إصابته بالسرطان. كانت العوجة التي تبعد 8 كيلومترات جنوب تكريت في شمال وسط العراق عبارة عن بيوت وأكواخ مبنية من الطين يسكنها أناس يعيشون في فقر. المياه الصحية والكهرباء والطرق الممهدة لم تكن معروفة، ونسبة الوفيات بين الأطفال مرتفعة، وكان سكانها يعملون في الفلاحة. ولما لم تكن هناك مدارس في العوجة، فإن الآباء القادرين يرسلون أبناءهم للدراسة في تكريت. ولد صدام في بيت يملكه خاله خير الله طلفاح، وينتمي إلى عشيرة البيجات السنية، إحدى فخوذ قبيلة البوناصر الحسينية النسب، التي كانت مهيمنة في منطقة تكريت. وفي الثلاثينيات كانت القبيلة معروفة بفقرها وبميلها إلى العنف، وكان زعماؤها يفاخرون بتصفية أعدائهم لأتفه الأسباب. كانت صبحة والدة صدام تتلقى بعض الدعم المادي من شقيقها خير الله طلفاح، الذي كان يسكن في تكريت وتكفل بتنشئة صدام. في النهاية، إذا أعجبك الفيديو أخي الكريم، أتمنى أن تشترك في قناتنا وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد إن شاء الله. ولا تنسى اللايك والمشاركة، وأخبرنا برأيك في التعليقات إذا أعجبك الفيديو. شكرا لكم أعزائي الكرام.